يعني كنت أنا طالع من تمرين نادي ورايح أسوي البيت، بس كوتش جاسم خبرني قال لي تعال باغينا يعني تحضر، وبيجي كابتن فايز كباتنا كلهم يعني بيجتمعون، وجيت يعني شكره كوتش جاسم لأنه خلاني أجي. كان طبعا مسيرتي كروية، كنت ألعب يعني بالحواير يعني عادي، كنت ما حارس يعني عليه من ذيك الدرجة، كنت ألعب جهالو وكي كورة وكي. بعدين استوت فترة مدارس كروية في النادي، وشاركت طبعا في ذا البرنامج، وبدأت مسيرتي من ذا البرنامج. كان دربنا كوتش يونس ماجد، الحين يدرب بنادي مصنعة الراس فريق أول. كنت خذيت شوي شوي يعني معه، خذيت أساسات الحراسة، يعني مثل كورة تمسك تحت، كورة النص كيف تطلع الكورة شوي 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 شوي. بعدين انتقلنا مرحلة ناشئين، وكان مدربنا كوتش سعيد السويدي. كوتش سعيد السويدي بعد قبل لا انتقل للناشئين خذاني منتخب البراعم، كان كابتن شاذلي. بعد مع الكابتن شاذلي خذيت مني يعني وإذا استبعدت عن المنتخب سافروا البحرين، بس أنا ما رحت يعني مقدر الظروف. بس من رجعوا الحمد لله رجعت المنتخب. بعدين استويت في يعني الظروف، انتقلنا لمرحلة الناشئين. مرحلة الناشئين جانا كوتش سعيد، طبعا كنت معه سنتين في مرحلة الناشئين، واستفدت يعني وايد معه. اتطورت يعني كل ما يجي يوم اشوف عمري يعني اتطور، لان انا راسم في يعني في مخي وهدفي ان اوصل منتخب واحترف برا عمان. يعني قبل كل شيء المنتخب، بعدين احترف برا عمان، هذا طموحي. كنت حارس ثاني اول مرحلة الناشئين، كان ماشي حارس ثاني، كان معنا حارس واحد من الفاوس مع عبد الله، كان تناوبني على حراس ثاني. هو كان كابتن كبير حارس منتخب ناشئين والحين شباب، عمار رشيدي هو حارس. كنا نحن نحاول ننافسه، بس عمار كان يعني متطور اكثر عنه، تمرن مع كوتش جاسم شيدية المشكلة تمرن مع كوتش جاسم يعني، وهو عنده خبرة، نحن ما يعني بعدنا ما عندنا خبرة. وبعدين مرحلة الناشئين جبنا بطولة. بعدين مرة ثانية يعني صعدونا مرة ثانية الناشئين السنة الثانية، كنت حارس ثاني يعني بعد عمار، وما حصلت فرصة ألعب. بعدين صعدنا مرحلة الشباب مع كوتش جاسم ما قصر فينا، يعني الأشياء اللي ناقصتنا هو علمنا فيه. وكل شيء يعني مع كوتش جاسم الحين مرحلة الشباب حصلت يعني فرصة، وكنت حصلت فرصة، بس اني انصابت في الربطة مركبة، توقفت يعني فترة طويلة. بعدين رجعت حصلت أول فرصة، أول مباراة في البطولة لعبت يعني في الدور الثاني. وإن شاء الله أطمح يعني طمح زيادة، أوصل المنتخب بعدين أحترف وبس. في شيء ثاني؟